مضغوط. ايه المشكلة؟ انا كمان مضغوط. فكرة ان عادي يعني ده بيحصل عادي ان انت تضغط، بيحصل ان انت ممكن تجيلك ظروف شوية ابس شوية داونز. ده شيء عادي ولازم تتقبل ان هو عادي. تبقى شخصية قوية جدا لحد ما تشوف ملايات السرير اللي امك بتعملها لك. طيب الفيديو ده هيبقى للناس المضغوطين اللي انا واحد منهم. لو جيت ابص كده هلاقي ان انا عندي بكرة امتحان، عندي فيه 10 شباتر، يمكن ما ذاكرتش فيهم غير شابتر واحد وحتى مش متقنه، وامتحاني بكره. اقدر النهارده ان انا اخلص ده كله؟ عموما باذن الله اقدر، بس هي الفكره مش ان انا اخلصه كله، هي الفكره ان ما لا يدرك كله لا يترك جله. بمعنى هو لازم اذاكر ال10 شباتر كلهم وانا امتحاني بكره؟ ليه ما ركزش على الاهم مثلا؟ طيب لو انا فعلا حطيت في دماغي ان انا اخلص ال10 شباتر اخلصهم. مش عايز اتكلم كتير، تعال نشوف. اول حاجه ممكن تعملها ان انت تحط نفسك في بيئة منتجة او بيئة محفزة او بيئة مشجعة على ان انت تعمل حاجة، مش الناس اللي بيقولوا لك لا مش هتقدر او كتير او انت زنقت نفسك او انزل ورك سبيس، اقعد في البيت، اقفل على نفسك، لم نفسك واقعد ذاكر. كتير من الشباب بتوع طب وهندسة والناس اللي جابت مجاميع في ثانوية عامة مش كلهم كانوا بيذاكروا من اول السنة. في ناس حرفيا ذاكرت في اخر الشهر في ثانوية عامة. انا كنت من الناس دي. تلاقي قصص كتير يوتيوب لناس بتقسم ان هي فعلا ما ذاكرتش غير في اخر فترة في ثانوية عامة، وانا عارف ناس كتير من زمايلي برضو عملوا نفس الكلام. فالقصة مش قصة انت بدأت من امتى خالص، قصة ان انت تبدأ، قصة في المجهود اللي مبذول بعد ما انت تبدأ. المناهج عموما مش صعبة، بس عايزة صبر عشان تفهمها. مش عايزة واحد ملوش خلق، لا عايزة واحد عنده صبر شوية. بس المعلومات مستوعبة، انت بتاخدها من بشر زيك، غالبا ذكائه مش اعلى من ذكائك كتير، يعني ممكن تكون معلوماته اعلى من معلوماتك، بس انت ممكن ذكائك يكون متعدي ذكاء. القصة اصلا مش في الذكاء، القصة في الصبر على بذل المجهود. انا قررت النهارده ما نمش غير وانا مخلص الحاجات دي ان شاء الله. اول حاجه اعملها وان انا اقرا الورد بتاعي، ده سبب في ان حاجات كتير تبقى مظبوطه في حياتي. وبعدين اقرا الاذكار، وبعدين اتوكل على الله. لسه ما فطرتش، لسه ما عملتش اي حاجه، بس الاكل النهارده مكافأة. خلص شابترين على الأقل وآكل أي حاجة. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. عندنا قاعدة أن ما لا يدرك كله لا يترك جله. إذا لم تستطع أن تكون كل فكن بعض. ترى مو بالضرورة أنك تقرأ المسند مرات، وليس بالضرورة أن تحفظ البخاري كما حفظه الإمام ابن تيمية، لكن بالضرورة أن يكون عندك في الحياة مشروع كما كان عند شيخ الإسلام. يعني ترى ليس بالضرورة لما أنا أكلمك عن ابن تيمية أنك تأخذ ابن تيمية العالم وتنسى ابن تيمية المجتهد. شلون المجتهد؟ المجتهد الذي انصهر في مشروعه حتى آخر ساعة في عمره، الذي استشعر فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يعني ليس بالضرورة أني أنا ألبس، إما أن ألبس أردية المشيخة ولا ألا أكون، لا هذا غلط. كيف غلط؟ لأنه في نجاحات كبيرة جدا وأثرت في مجرى التاريخ لم تكن من عالم، وربما أحيانا تلك النجاحات التي يستقلها الناس ويتقالونها هي عند الله توازن 1000 نجاح، وقد تكون توازن عند الله عز وجل 1000 عالم و1000 مشروع. انا دلوقتي ما كنتش حاسس ان انا بذاكر جراحه، كنت حاسس ان انا بذاكر جراحه واناتومي وفارما وميديسن، حاسس ان انا كنت بذاكر كل حاجه مع بعض.